المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. السفيرة صوفيا تسلم أوراق اعتمادها للأمين العام للأمم المتحدة. الخبراء الزراعيون يدعون مزارعي القاشبركة لضمان إنتاجهم. جهود فعالة لإصحاح البيئة في نقفة. رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة أول حكومة في مرحلة ما بعد البشير. بوتين يعد بتبادل مكثف للسجناء والأسرى مع سلطات كييف. انتحاري يقتل 10 مدنيين وجنديين من حلف الأطلسي في كابول. السلام عليكم ورحمة الله. سلمت السفيرة صوفيا تصفاماريان مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة أوراق اعتمادها للأمين العام للأمم المتحدة في 5 سبتمبر الجاري. وبحث كل من السفيرة صوفيا والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش سبل تعزيز العلاقة بين إريتريا والأمم المتحدة. وأشاد الأمين العام غوتيريش بدور إريتريا لإرساء السلام والاستقرار الإقليمي، معبرا عن أمنياته الطيبة لضمان السلام والازدهار الإقليمي. كما سلمت السفيرة صوفيا رسالة من فخامة الرئيس أفورقي المحملة بالأمنيات الطيبة للأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش. دعا الخبراء الزراعيون في إقليم القاشبركة مزارعي الإقليم الناشطين في التنمية الزراعية والحيوانية لمتابعة صحة منتجاتهم وتوفير إنتاج صحي للمستهلكين. وفي ورشة عمل عقدت في مدينة تسني بمشاركة مدراء مديريات تسني وفورتساو وهيكوتا وقلوج، إضافة إلى المزارعين وأرباب العمل وأصحاب المؤسسات، قدمت دعوة للمزارعين لاتباع إرشادات الخبراء في كيفية استخدام الكيميائيات واستخدامها كأقصى خيار، باعتبار أن الكيميائيات والمنتجات الزراعية التي تدخل للبلاد بطريقة غير قانونية وغير كفؤة لكونها تحدث أضرارا صحية بالغة. وضح مسؤول وحدة رقابة البذور في مكتب الزراعة بالإقليم السيد أبرهان لهيلة ميكائيل إنه تجري متابعة جادة لضمان وتأمين الغذاء الصحي، مشيرا إلى أن المتابعة الجادة تؤدي إلى فرض غرامات تصل حتى مرحلة سحب الرخص التجارية. وأوضح جوانب القصور السائدة في الإقليم المتمثلة في نقص النظافة في محلات عصارات السمسم والمخازن، ووضع المنتجات الغذائية والكيميائية معا في مخزن واحد، وتوفير الطماطم الملوثة بالكيميائيات للمواطنين، مناشدا لتعزيز دور الشعب والشركاء من أجل تفعيل عملية الرقابة الجارية. من جهته قال مسؤول وحدة رقابة الثروة الحيوانية السيد سعر أبراهام إن الصحة الحيوانية تتطلب متابعة جادة وحملة تطعيم سنوية، داعيا التجار للحد من تجارة البيض والدجاج واللحوم والعسل غير القانوني لما تسببه من أضرار صحية بالغة. وأضاف السيد سعر قائلا إن الوحدة تعمل لتشييد بنى تحتية عصرية مناسبة لضمان نظافة الجزارات المنتشرة في مدن أغردات وتسني وبارنتو كجزء من المهام الجارية. من جهته ذكر مدير مديرية تسني السيد سيوم جبريسوس المواطنين للحد من المنتجات الغذائية غير معروفة المصدر والتجار من البيع، متعهدا بأن إدارته لا زالت تعمل جاهدة للسيطرة على ذلك. أكدت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في مناسبة إعلان إصحاح بيئة كامل بمديرية نقفة إن أنشطة النظافة البيئية الشعبية تسهم كثيرا في مكافحة الأمراض المعدية، وذكرت النتائج المرضية للجهود المتواصلة والمنسقة، وإن خفض ظاهرة الأمراض المعدية من 30 إلى 50% نتاج ذلك، وحثت للمتابعة اللازمة للدفع بالنجاحات التي تحققت. وافاد مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد حجوس ميكائيل إلى توسع الأنشطة الشعبية لإصحاح البيئة في القرى، مشيرا إلى أن النجاح نتاج الوعي المتنامي. من جانبه أوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس أن الإنجاز الذي تحقق كان بفضل أنشطة التوعية التي جرت في 33 قرية ب11 ضاحية، مشيدا باللجان والجيش الشعبي والمؤسسات الحكومية لمساهماتها.
وقال حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسي إن على المديريات الأخرى اتباع مديرية نقفة، مؤكدا عمل إدارة الإقليم ضمن أولوياتها لتنفيذ مهام مماثلة. طالب سكان منطقة أزايحي في مديرية دباروها بالإقليم الجنوبي لاستئناف مشروع أزايحي للري التهطيري الذي شرع العمل في العام 2012 لتنمية حوالي 50 هكتارا، لكنه توقف قبل الاكتمال نتيجة لمشاكل فنية. وأوضح السكان في الآراء التي أدلوا بها بأن الحكومة شيدت لهم في العام 2008 مما أدى إلى حل إشكالية المياه وإنشاء البنى التحتية لمشروع الري التهطيري لتوسيع الزراعة من المطرية إلى العصرية، مناشدين الجهات المعنية لمنح الاهتمام للمشروع انطلاقا من توزيع الخدمات الكهربائية حديثة الدخول في مناطقهم. وذكر السيد إيوب تخستي المدير التنفيذي لضاحية أزايحي بأن السكان حصدوا إنتاج وفير في موسم واحد من خلال المشروع الذي أنشئ في العام 2012، وفي الوقت الحالي يمكنهم حصاد الإنتاج خلال 3 مواسم في حال استأنف المشروع نشاطه بدراسة بحثية معمقة ودقيقة. من جهته قال مدير مديرية دبارو السيد فروانجيل تخلى هيمانوت إنهم قدموا معلومات واضحة فيما يتعلق بأوضاع المشروع للجهات المعنية، مشيرا إلى أنهم يتوقعون إحداث حل جذري مع توسع عملية إدخال الخدمات الكهربائية في منطقتهم. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين سمينار في 3 سبتمبر بمدينة مندفرة لطلاب الإقليم الجنوبي حول دور ومساهمة تنظيمات الشباب في المهام الوطنية. وقال إن تسليح الشباب بالعلم والمعرفة جزء من الاستراتيجية التنموية للحكومة باعتباره مورد أساسي للتطور، داعيا الطلاب الشباب لتعزيز التأطير في تنظيمات الاتحاد لتحقيق هذه الاستراتيجية. وشدد على الدور الكبير للشباب لتحقيق الاستقلال والزود عن السيادة، داعيا شباب هذه المرحلة لاتباع خطى أخوتهم والمشاركة الواعية في التنمية. من جانبها أوضح السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نبوسي أن ثقافة العمل يجب أن تكون من سمات الشباب الحالي. جهة الأخرى أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو في اللقاء الذي جرى بشأن الأنشطة المنفذة في الأشهر 8 الماضية إن الدورات التدريبية المهنية والتأهيلية كانت فعالة. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تشكيلة أول حكومة في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض أن تؤدي إلى حكم مدني. وأرجع إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافيا للاختيار بين الأسماء التي رشحتها قوى إعلان الحرية والتغيير رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت البشير والمجلس العسكري. وأفادت التقارير إعلامية أن الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا بينهم 4 نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله. وتشكل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادت الاحتجاجات في 17 من أغسطس. ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر تستمر 3 أعوام وتمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية. ويتمثل أحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة بالنهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تبادل مكثف للسجناء والأسرى مع سلطات كييف في تاريخ يعلن قريبا، على حد تعبيره ما قد يشمل السينمائي الأوكراني السجين في روسيا أوليغا سينتسوف ويؤدي إلى تراجع التوتر بين البلدين. وتحدث بوتين للمرة الأولى عن هذه القضية التي أثارت الكثير من التكهنات منذ عدة أسابيع، وبدا أنها محل تفاوض منذ أمد بعيد بين موسكو وكييف. وقال الرئيس الروسي خلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستيك في أقصى شرق روسيا، قال: نقترب من الانتهاء من المفاوضات، مضيفا أن التبادل سيكون مكثفا وتاريخه سيعرف قريبا.
وبين الأسماء التي تثار بانتظام في صفقة تبادل السجناء والمحتجزين المخرج أوليغا سينتسوف الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة الإرهاب، وأيضا 24 عنصرا من البحرية الأوكرانية معتقلين في روسيا منذ احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية قبالة القرم في نوفمبر 2018. وقبل دقائق من تصريحات بوتين، أمرت محكمة في أوكرانيا بالإفراج عن فولوديمير تسيماخ، وهو قائد عسكري للانفصاليين الأوكرانيين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، مشتبه به في حادث تحطم طائرة ماليزية. قال مسؤولون إن تفجيرا نفذه انتحاري من حركة طالبان في وسط العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40، فضلا عن تدمير سيارات ومتاجر في منطقة قريبة من مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأمريكية. وأعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى في الوقت الذي تتفاوض فيه الحركة مع مسؤولين أمريكيين لإبرام اتفاق بشأن سحب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية. وذكرت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي في بيان أن رومانيا وأمريكيا من المهمة قتلا خلال اشتباك في كابول، لكنها لم تقدم تفاصيل. وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية أن الاثنين قتلا في هجوم انتحاري بقنبلة، وإن مركبتهما كانت الهدف الرئيسي للهجوم. أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون مناناغوا وفاة الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95 عاما. وقال مصدر مطلع لرويترز إن موغابي توفي في سنغافورة، حيث كان كثيرا ما يتلقى العلاج هناك في السنوات الماضية. وحكم موغابي البلاد بين عام 1980 و2017، وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر 2017 بسبب تخلي الجيش والحزب الحاكم عنه، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال حتى الآن تتفاقم. وأصبح موغابي أحد أبطال التحرير في إفريقيا ونصيرا للمصالحة العرقية عندما تولى السلطة في بلد تسوده الانقسامات بسبب الاستعمار الأبيض الذي استمر قرابة 100 عام. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.